عزيزي اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج الاقوى في عالم الاضطرابات النفسيه، برنامجكم المفضل الاضطراب في الكبسوله. في الوقت الحالي معظم الامهات بتسيب لابنها التليفون او حتى بتقعده قدام شاشه التلفزيون لمده كبيره جدا، وده لمجرد بس ان هي ترتاح من شويه الزن بتاعه او ان هو يبعد عنها شويه، وهي كده مش مدركه ان هي بتحط ابنها قدام خطر كبير جدا والا وهو خطر الشاشات. طب ازاي ممكن الشاشات تاثر على الطفل؟ تعال اقول لك يا عزيزي ايه المشاكل اللي ممكن تسبب ساعتها. واول حاجه هتسببها الشاشات هو تاخر اللغوي لطفلك. طب ازاي؟ ببساطه عن طريق ان هو لما بيكون قاعد قدام الشاشات سواء الفون مثلا او الشاشه او التلفزيون او ايا كان، هو قاعد بيستقبل بس بيتفرج، مفيش تفاعل بينه وبين حد، يعني مفيش حد مثلا قاعد جنبه بيتكلم معاه، فبالتالي هو بيستقبل وبس، فبالتالي بيحصل له تاخر لغوي. وتاني حاجه ان الشاشات هيتسبب فيه مشكله في التفاعل الاجتماعي، وهيبقى عنده مشكله في ان هو التواصل مع اللي حواليه، وده كمان هيؤدي للعزله ومشاكل تانية كتير. واخطر حاجه ممكن تسببها الشاشات وهي انها تاثر على القشره الدماغيه للمخ طفل، وده طبعا بالذات لو خصوصا لو هو تحت سن السنتين، وده طبعا هيأثر على الجوانب النمائيه لابنك. برافو عليك. وكمان هتتسبب له في مشكله في التحصيل الاكاديمي بتاعه، يعني في الاخر الام تيجي تشتكي هو ليه ابني ما بيعرفش يذاكر كويس، طب ليه المدرسين بيشتكوا منه، طب هو بينسى ليه كتير، وطبعا بيكون احنا اللي سببنا في المشكله دي بدون ما احنا ما ناخد بالنا. وعشان كده نفضل نقول احنا لازم نشغل طفلنا باي حاجه غير الشاشات. ممكن مثلا افضل العب معاه بلعبه معينه، او حتى اجيب له مثلا شويه بازل او مكعبات، حاجات اللعب القديمه كده انت بتخليه تركيزه اكتر يزيد، وتشغله طبعا او بتبعده عن خطر الشاشات. هي النعمة انت بتتكلم صح. طبعا بيتكلم صح ازاي بس يا مرسي؟ الراجل بيتكلم صح. طب هو اي طفل هيتعرض للشاشات او الموبايل هل هيحصل له مشاكل من المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي؟ ببساطه انا جاي اقول لك لا، ابنك مش هيحصل له مشكله الا لو اتعرض لمده زياده جدا او زياده عن المعدل الطبيعي للموبايل او الشاشات. طب سؤال واحد، طب هو اصلا في مده مسموحه للموبايل؟ ايوه طبعا. طب ايه هي المده دي؟ وعشان تعرف المعدل اللي المفروض طفلك يقعد قدام الشاشات، حسبه بسيطه جدا، وان انت بتضرب العمر الزمني ليه في 6، وده الناتج اللي هيطلع لك بالدقائق دي المده اللي المفروض يقعد عليه. يعني مثلا لو طفلك عنده 5 سنين تضرب 5 في 6، احسب معايا كده هيطلع كام؟ هيطلع 30 دقيقه، نص ساعه دي ده المعدل الطبيعي ان ساعتها ان ابنك المفروض ما يتعداهوش في اليوم. طبعا يا عزيزي دلوقتي بتقول هتقعدوا المده اللي انت قلت عليها ومش هتكسر بقدر الامكان المده الطبيعيه للمعدل. برافو عليك. هقول لك ماشي، بس في شروط وتعليمات لازم نمشي عليها. اول حاجه لو عمر طفلك 2 او اقل ممنوع عليه الشاشات نهائي. رقم 2 لو طفلك عنده 2 فيما فوق، يعني من 2 ل4 سنين، ممكن اتفرجوا ساعتها على كرتون مثلا او حاجه تعليميه تفيده زي مثلا عالم سمسم. وكمان لازم يكون طبعا الام او الاب او حد كبير قاعد معاه عشان برضه يكون بيشاركوا ويتفاعلوا ويتكلموا مع بعض. لو السن اقل من 4 سنين ما ينفعش طبعا ان انا اديله كرتون من هو الوحي الخيال، لان ببساطه كده هيقلد الخيال ده، لان الخيال او مهاره الخيال لسه عنده ما اتكونتش. اما لو الطفل مثلا عدى ال4 سنين او من 4 سنين فيما فوق، ممكن ساعتها افرجه برضه على كرتون خيال. ابنك وصل ل6 سنين ممكن ساعتها افرجه على افلام او مسلسلات، بحيث ان انا انمي المهارات او مثلا فكره الحصيله اللغويه تكون موجوده عنده اكتر، وكمان برضه اوصل له معظم المفاهيم زي الحريه والحب ومعظم المشاعر. يعني هيجي واحد يقول لي ما انا ابني ما بيحصلوش اي حاجه، هو 24 ساعه قاعد قدام التلفزيون. هرجع واقول لك ان كل طفل من 10 اطفال بيتاثر بالشاشات وبيحصل له مشاكل بسبب الشاشات. وكمان برضه هقول لك ان هي فروق فرديه، يعني اللي عندك غير اللي عند غيرك والعكس صحيح. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عظمه على عظمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ويا رب يكون استفدتم واستمتعتم. سلام.